التشيع في عند أهل السنة. أنا هجيب لحضرتك نسخة من هذا الكتاب، من هذا البحث، بالأرقام في كل الدول السنية، وماذا فعلت إيران وماذا تفعل إيران في هذه الدول، وتحول أهل السنة إلى شيعة. كون دولة تدخل إلى دولة وكل هدفها هو نشر المذهب بتاعها، إما أن هي تحمل دينا جديدا وتريد أن تنشره، وإما أنها ترى أن الدين اللي موجود في هذه الأرض باطل. إذا كانت إيران وإذا كان الشيعة ينظرون إلى أهل السنة على أنهم أتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم، وعلى أنهم من المسلمين الصادقين الذين يتبعون دين الله، فلماذا تريد أن تبدلوا دينهم؟ لماذا تريد أن تغيروا مذهبهم؟ لماذا تريد أن تأخذوهم معكم؟ مصر من 20 سنة ولا من 30 سنة كان هناك شيعي؟ كان هناك في مصر زي ما هم بيدعوا 50,000 شيعي؟ كان هناك حد اسمه فلان الفلاني المفكر الشيعي ولا الزعيم الشيعي؟ هل هذا الكلام كان موجود؟ أنت ولدت وعمرك 40 سنة ولا عمر، هل تعلم أنه كان هناك قبل الدمرداش العقالي وقبل حسن شحاتة كان هناك شيعة في مصر؟ هذا كلام لم يكن موجود إطلاقا. في سنة 1973 هل كان هناك شيعي في مصر؟ هل كان في الجيش المصري وهل عبر قناة السويس مصري شيعي؟ لم يكن موجود. ما الذي حدث؟ الآن هناك شيعة ويطالب بإنشاء حزب له، حزب سياسي، نعم، ويطالب بإنشاء حسينيات، ويريد أن يحيوا عاشوراء. وحدثت محاولات في بعض المحافظات وفي بعض القرى وفي طنطا لإحياء هذا المذهب الباطل الكفري. هل تتخيل حضرتك أنه يمكن أن يأتي سائح إيراني شيعي ويزور الحسين ويطبق ولا يبكي ولا يقيم ليلة الأحزان ولا يدعو بدعاء صنمي قريش، ولا تأتي نساء إيرانيات مخابرات عشان يرتبطوا بشباب مصري بزواج متعة؟ هل هذا الأمر مقبول؟ طيب مستحيل. وأنا يعني خليني أتفق في نقطة، هذا الاتفاق لن يتم ليس لأن مصر تحكمها أمريكا خلاص ماشي، ما هيوقع، لكنه لن يتم. ليه بقى؟ هل أمريكا هتقول للدكتور مرسي؟ قلت ليس لأن أمريكا تحكم أو تقول كلمة في مصر أو لا، ولكن لأن الشعب المصري يرفض هذا الكلام. والرئيس محمد مرسي إذا قبل هذا الكلام وأصبح هناك 2 مليون شيعي في مصر، سيكون لنا وقفة أخرى.